في بداية الفيلم بنفهم ان المجرة كلها كان بيحكمها كائنات فضائية اسمهم الإيريديان، وانهم كانوا واصلين لمستوى عالي جدا من التكنولوجيا. بس بعد فترة الإيريديان مشيوا وسابوا المجرة، وما فضلش غير 1% بس من التكنولوجيا بتاعتهم. بس عملوا خزانة فيها كل التكنولوجيا المتقدمة اللي وصلوا لها، وان اللي هيوصل للخزانة دي هو اللي هيحكم العالم، بس بشرط ان بوابة الخزانة دي هتتفتح من بنت شعب الإيريديان، وهي بتكون بنت واحدة بس في العالم كله. ومن ساعتها والعالم كله بيدور على البنت دي علشان يفتح بوابة الخزانة ويملك العالم. وبعد كده فيلمنا بيبدأ بمحطة فضائية محبوس فيها بنت اسمها تينا، وبنلاقي جندي اسمه رونالد تابع لشركة أطلس وجاي علشان يحررها من السجن. وفي طريقه للخروج بيتقاتل مع حراس المحطة، وبيخرج واحد اسمه جريد من سجنه وبيطلب منهم انه يهرب معاهم، ورونالد بيوافق وبيهربوا. وعلى الجانب التاني بنشوف واحدة اسمها ليليس، وبتكون قابضة على شخص عشان كان عليه جايزة للي هيعرف يقبض عليه، وبتقعد في حانة وبنعرف انها شغالة سائقة جوائز ومحترفة جدا في القتال. وهي قاعدة بيجيلها 3 أشخاص وبيعرفها انه جاي تبع شخص مهم جدا وعايزها في مهمة، ولما بترفض بيهددوها بالسلاح. بس ليليس بتعرف تخلص عليهم بمنتهى السهولة، وساعتها بيظهر الشخص المهم جدا وهو أطلس رئيس شركة أطلس، وهي أكبر شركة تكنولوجيا في العالم كله. بس برضه ليليس مش بتخليه يكمل كلامه وبتضرب عليه نار، بس بنعرف ان هو هولوجرام، وبيطلب من رجالته ان يلبس الهولوجرام بتاعه علشان يتواصل مع ليليس. وبيقول لها ان بنته الوحيدة محبوسة في كوكب بندورة وعايزها تروح لهناك علشان تجيبها له. بس ليليس بترفض علشان كوكب بندورة كله عصابات وفيه وحوش فضائية، وبتقول له ان هو كمان عنده جيش ويعرف يحررها بيه. فقال لها ان هو فعلا حاول يعمل كده، بس في جندي اسمه رونالد غدر بيه وخطفها هو لحسابه، وده اللي احنا شفناه في اول الفيلم. وبيعرض عليها فلوس كتير جدا لو عرفت تجيب له بنته تينا من كوكب بندورة، وساعتها بتوافق وبيديلها جهاز GPS علشان اول ما توصل لبنته تينا يجيلها. وفعلا بتروح كوكب بندورة وبتسأل اطفال هناك لو شافوا تينا، وقالوا لها انهم فعلا شافوها بتتحرك على الشمال. وفي خلال مشوارها للشمال بتواجه عصابات وبتعرف تخلص عليهم، وبتلاقي في طريقها منشورات كتير لايجاد رونالد بتهمة الخطف. وبنيجي بالليل وبتكون قاعدة ترتاح شوية، وبيجي لها روبوت فبتضرب عليه نار. فقال لها ان هو متصمم علشان يستحمل الرصاص، وانه عايش على الكوكب بقاله 20 سنة، وبتقرر فعلا انها تحتفظ بيه. وبتقول له انه يخترق الشبكة الالكترونية بتاعت الكوكب علشان يعرف مكان تينا، وفعلا بيعرف مكانها وبيقول لها عليه. وفي تاني يوم الصبح بيتحركوا على هناك، وهي في طريقها بتلاقي ان جيش اطلس بيتحدوا مع العصابات علشان يلاقوا تينا، وانه مكلف كذا جهة للبحث عن تينا. بس الجيش بيكون خاطف الاطفال عشان يجبروهم انهم يعرفوا مكان تينا. فليليس بتشتبك معاهم وبتحرر الاطفال، وبتروح تاخد العربية وبتتحرك على هناك، وبتخش شاحنة وبتلاقيها فعلا، وبتقول لها انها جاية مكلفة من اطلس ابوها علشان تحررها من رونالد اللي خاطفها. بس بتتضايق من كلامها وبتقول لها انها تمسك دبدوب معين، ولما بتمسكه بتلاقي فيه متفجرات فبتجري بسرعة. ولما بتطلع بتلاقي تينا فوق الشاحنات وعمالة تحدف الدباديب اللي فيها متفجرات. بس ليليس بتعرف تتفادى المتفجرات اللي بتحدفها لغاية ما تينا بتنادي على جريك، وليليس بتضرب عليه نار بس بيعرف يتفاداها، وبيتقاتلوا مع بعض، وبيبقوا هما الاتنين على قدر عالي جدا من القتال. وبيضربها ضربة جامدة فبتطلع فوق عند تينا، وبيبقى معاها سلاح اكبر منها فبتستسلم، وبتحاول تفهمها انها جاية هنا علشان تنقذها وتحررها من رونالد اللي خاطفها. بس وهي بتتكلم معاها بيجي جيش اطلس علشان كانوا بيتتبعوها ووصلوا لتينا بسببها، وكانوا عايزين ياخدوها. بس ليليس بترفض، وتينا بتديلها دبدوب من اللي فيه متفجرات بس بتلحق ترميه في اخر لحظة، والشاحنات كلها بتقع من التفجير. بس بيعرفوا ينزلوا على الارض بسلام، وكانت لسه هتتقاتل مع جيش اطلس. بس بيجي رونالد بالعربية وبياخدهم كلهم، وبيقعدوا يجروا من جيش اطلس. بس برضو الجيش بيفضل يجري وراهم، وبيعرفوا يخلصوا على شوية منهم، بس بيبقى لسه في عدد كبير جدا وراهم، وبيبقوا محاصرينهم من كل مكان ومفيش حل. فبيقرر انه يخش مكان خطير جدا وفيه وحش عملاق، بس برضه بيخش وراهم وبيحاصروهم من كل مكان. فمش بيلاقي حل غير ان هو يفعل سرعة عالية جدا، وبيشغل الصواريخ اللي في العربية وبيتجه لبق الوحش وبيضرب في الصواريخ وبيخترقه. والخطة بتنجح فعلا وبيهرب منهم، وبيقف على جنب علشان يصلح الحاجات اللي باظت في العربية. وبتسألهم ازاي رونالد خاطفها وبيتعاملوا كده مع بعض، فبتفهمها انه مش خاطفها وانه بيحميها من ابوها اطلس. وبيقول لها ان ابوها كان بعته علشان يجيبها وتفتح بوابة الخزانة علشان هي البنت المختارة بنت شعب الإيريديان اللي هتفتح البوابة. بس هو مرضاش يديها له وحماها منه علشان لو اطلس فتح بوابة الخزانة هيستغل القوة دي في انه يستعبد كل المجرة. فبتفهم قصدهم وبتقرر انها تساعدهم، وبيوافق رونالد. وبيقولوا لها هم وصلوا لايه، وانهم علشان يفتحوا بوابة الخزانة المفروض يكون معاهم مفتاحين، وتينا هي اللي تحط المفتاح علشان هي البنت المختارة، وساعتها البوابة هتفتح. وانهم معاهم مفتاح وناقص كمان مفتاح علشان يفتحوا
يفتحوا البوابة، وانهم رايحين لواحدة خبيرة في بوابة الخزانة وهي اللي هتقول لهم على مكان المفتاح التاني. وفعلا بيروحوا لها وبيكون اسمها تينيس، وبنلاقي ان ليليس وتينيس عارفين بعض علشان ليليس كانت عايشة في كوكب بندورة وهي طفلة، وتينيس هي اللي كانت بتربيها بدل امها. بس تينيس هربت ليليس من وهي صغيرة من كوكب بندورة علشان بيبقى كوكب خطر عليها، وفعلا بتقول لهم على مكان المفتاح التاني وبيتحركوا على هناك. بس المشكلة ان بيبقى في مجموعة كبيرة جدا من المجرمين وبيبعتوا الروبوت كتشتيت ليهم علشان يعرفوا يتسللوا ويخشوا المخزن يدوروا على المفتاح. بس المخزن بيكون كبير وعايزين وقت كتير جدا عقبال ما يلاقوا المفتاح. بس بيحصل شيء غريب لليليس وبيشدها لمكان معين وبتروح على مكان المفتاح فعلا وبتلاقيه، وكانوا لسه هيمشوا بس الروبوت كان بيخرج الرصاص من جسمه. فالعصابات بتسمع الصوت وبيكونوا عرفوا بوجودهم فراحوا عليهم وبيخشوا في معركة كبيرة جدا وبيكون عددهم كبير. بس بفضل ليليس ورونالد وكيري بيعرفوا يصمدوا لأطول وقت ممكن وبيروحوا الأسانسير علشان يخرجهم من المكان. بس المشكلة ان الأسلاك بايظة ولازم حد يمسك الأسلاك لغاية ما يشغلوه ويمشوا. فرونالد بيضحي بنفسه وبيوعد تينا انه هيجيلهم عند بوابة الخزانة وبيمسك الأسلاك علشان يخرجوا هم، وبياخد دبدوب بيخلص على جزء كبير جدا منهم وبيبدأ يتقاتل معاهم. والأسانسير كان ماشي بسرعة عالية جدا وكان هيتصدم في السقف ويتفجر. بس بنلاقي مرة واحدة بوابة زمنية اتفتحت واتنقلوا لمكان تاني، وبيسألوا تينا هي ازاي عملت كده، فبتقول لهم انها ما تعرفش، وبيقعدوا يريحوا الليلة دي هناك. وتينيس بتدمج المفتاحين مع بعض وبتعرف مكان بوابة الخزانة، وقرروا ان هم هيروحوا على البوابة الصبح. وفي الجانب التاني بنشوف رونالد قدر يخلص عليهم كلهم وبيبدأ يتحرك على باقي الفريق. وبعد كده بنشوف ليليس وهي واقفة عادي بس بيجيلها درون فيه هولوجرام لأطلس وبيكون عرف يوصل لها من الجهاز الGPS اللي اداهولها اول مرة، وبيقول لها انها تسلمه تينا والمفتاح. بس بترفض بعد ما عرفت غرضه من رونالد، بس بيبدأ يهددها انه هيسخر كل جيشه لقتلها هي والفريق وانه هيديلها المبلغ الكبير اللي اتفقوا عليه، وبيسيبها وبيمشي. وتينا بتكون سمعت وهو بيقول انه هيديلها المبلغ الكبير، فبتقول لها انها ما كانتش تتوقع انها تخونها وبترمي عليها قنبلة وبتمشي هي وباقي الفريق. ولما بتفوق بتلاقيهم فعلا مشيوا وبتطلع علشان تتحرك عليهم، وهي في طريقها بتعدي على قرية اللي عاشت فيها وهي صغيرة وبتفتكر بعض من ذكرياتها لما امها ادتها لتينيس علشان يهربوا من الكوكب، وبتروح على بيتها اللي عاشت فيه. والروبوت لما بيخش بيقول لها ان البيت فكروا بذكريات مدفونة في الذاكرة بتاعته من سنين، وبيعرض رسالة لامها وهي بتقول لها انها مش بنتها وانها بنت الإيريديان وانها هي اللي هتفتح بوابة الخزانة، وكانت مفهماها انها بنتها علشان تحميها من الناس ومحدش يعرف انها بنت الإيريديان، وهربتها من كوكب بندورة وهي صغيرة علشان الكوكب بقى خطر عليها، وعلشان كمان محدش يعرف انها بنت الإيريديان ويحاول يستغلها في فتح البوابة. وان تينا مش بنت أطلس انما أطلس استنسخها من بقايا دم الإيريديان على امل انها تعرف تفتح البوابة. وبتتصدم لما بتعرف كل ده وبتجري علشان تلحق تينا والفريق، وبنلاقي ان تينا والفريق قدروا يوصلوا لبوابة الخزانة. وتينا بتحط المفتاح وبتقف مكان البوابة لكن البوابة مش بتظهر ومفيش حاجة بتحصل. وساعتها أطلس بيظهر هو وجيشه وسفينة فيها أحدث سلاح عرفته البشرية، بيهنيهم على وجود المفاتيح والبوابة. لكن للأسف تينا مش عارفة تفتحها، فأمر جنوده إنه يجيب له تينا علشان يستخلص منها الجهاز التنفسي على أمل إنه يستنسخ واحدة تانية من دم الإيريديان علشان تفتح البوابة. وساعتها بيظهر رونالد وبيضرب عليه نار، بس أطلس بيبقى حامي نفسه بالتكنولوجيا المطورة جدا اللي وصل لها، وبيأمر جنوده إنهم يقتلوهم كلهم ويقبضوا على تينا. بس ساعتها بتظهر ليليس وبتقول له إنه مش هيعرف يعمل كده، فبيستهزأ بيها. بس بتتنقل ببوابة زمنية وبتقول له إنها بنت الإيريديان، وبنلاقيها بتفتكر ذكريات لما لقت المفتاح علشان كان بيشدوا ليها، وكمان لما فتحت البوابة الزمنية لما كانوا في خطر في الأسانسير. بس هم افتكروها إنها تينا اللي عملت كده وإنهم ما كانوش يعرفوا إنها ليليس هي اللي عملت كده. وبيقول لها لو فتحت البوابة وخدته للخزانة هيسيبها هي والفريق في سلام، وفعلا بتوافق وبتاخد من تينا المفتاح. وبنلاقي ايديها بتتشكل على نفس القوة الخارجة من المفتاح وبتروح تحطه وبتقف في مكان البوابة، وفعلا ساعتها البوابة بتتشكل وبتمنح ليليس قوة خارقة للطبيعة. وأطلس بيقول لها إنها تدخله للخزانة بس بتضربه بقوتها اللي اكتسبتها، بس مش بيحصل له حاجة بسبب التكنولوجيا اللي حامياه، بس من شدة الضربة بيقع وجنوده بيلحقوه وبيهددوها بتينا وبيرموها في بير. بس قوة ليليس بتعرف تطلعها تاني وبتحميهم كلهم من قوتها، وفعلا ساعتها مش بيأثر فيهم الضرب ولا الرصاص، وبيبدأ يتقاتلوا مع جيش أطلس بالكامل. بس ساعتها أطلس بيضربها بالسلاح الموجود في المركبة وده بيأثر شوية في قوتها، والحماية كمان بتروح من فريقها كله. بس بتقوم تاني وبتستجمع كل قوتها وبتفجر المركبة كلها وبتبدأ المركبة تقع عليهم فكلهم بيجروا. وبعد كده بنلاقي أطلس
بتخلص وهو ماسك تينا وبيهددها انه هيقتلها لو ما فتحتش البواب، وفعلا بتسمع كلامه وبتفتح البوابة وبتسحبهم لجوه. فعلا بينتقلوا المكان مليء بالتكنولوجيا وبيفرح علشان بالتكنولوجيا دي هيقدر يحكم العالم كله. بس ليليس ساعتها بتبدأ تختفي وتظهر وتشتته، وبتعرفه انه مش هيعرف يملك القوة دي اصلا علشان سرقت منه جهاز الحماية. وساعتها تينا بتضربه بقوة وبتوقعه، وليليس بتطلع وحش وبيبلعه وبيخلصوا منه وبيمشوا من الخزانة. وساعتها بنشوف الفريق بالكامل وهم بيشوفوا المدينة بتحتفل انهم كسبوا بطلة عندها قوة خارقة، وكمان معاها اسرار التكنولوجيا بتاعت الإيريديان، وانها هتعيد النظام التكنولوجي للعالم كله وبيعم السلام على كل الكوكب. وبس كده يكون فيلمنا خلص. فياريت لو فيلم عجبك تعمل لايك وسبسكرايب للقناة اللي هو اشتراك يعني، وتعمل لايك عشان ده بيأثر جدا في انتشار الفيديو، وده احنا محتاجينه عشان القناة لسه جديدة. ولو عايز فيلم معين يا ريت تكتب كومنت تقول لنا ايه هو، او تقول لنا ايه رأيك في الفيلم ده عامة. وبس كده نشوفكم في فيلم جديد، ويلا سلام.